بدأت القصة لما أنس بن مالك كان صغير، لما لقنته أم الغميصاء الشهادتين وزرعت في قلبه حب الإسلام وحب الرسول. كان أنس بيسمع عن الرسول كتير وحبه قوي من مجرد السمع، وده عادي، فأحيانا الودن بتعشق قبل العين. وكان أنس نفسه جدا يشوف الرسول، وساعتها الرسول كان في مكة، فكان نفسه إما إن هو يروح مكة عشان يشوف الرسول، أو الرسول يجي يثرب عشان يقدر يشوفه. والحمد لله أنس مستناش كتير، وفعلا جه الرسول ليثرب. كان ساعتها أهل يثرب بيموتوا من الفرحة لأن الرسول جالهم، وإن خلاص هيبدأ ينتشر الدين الإسلامي عندهم. وكانت السعادة في كل مكان حرفيا، لدرجة إن البنات كانوا بيطلعوا على السطح علشان يشوفوا فين رسول الله، وهم عاملين يقولوا هو فين هو فين، لحد ما جاء الدور على الغميصاء أم أنس إنها تقابل رسول الله ومعها أنس. فقالت له: يا رسول الله، لم يبقى رجل أو امرأة إلا أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. فاتبسط جدا رسول الله، وفعلا كان حابب أنس وراح حضنه، وفعلا أخده علشان يخدمه. ساعتها أنس كان في 10 من عمره، وفضل أنس يخدم رسول الله 10 سنين كاملة لحد ما الرسول ذهب إلى الرفيق الأعلى. اتعلم أنس في ال10 سنين دول كل حاجة عن الرسول، وكان بيعمل زي ما علمه الرسول في الفترة اللي هو قعد فيها يخدمه فيها. وتعالوا نسيب الحديث لأنس، فهو هيكون أحسن مني في قول اللي هو اتعلمه من الرسول. كان الرسول من أحسن الناس خلقا وأكثرهم حنانا. في مرة كان الرسول قايل لي إن أنا أروح أجيب حاجات، فلقيت أولاد بيلعبوا، فنسيت الحاجة اللي أنا كنت المفروض أجيبها ورحت لعبت معاهم. ومرة واحدة حسيت إن في حد ورائي فخفت، فبصيت ساعتها لقيت رسول الله بيبتسم لي وبيقول لي: اذهب حيث أمرتك يا أنس. فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله. معلش يا أنس، ثانية واحدة. في عصرنا الحالي للأسف، لو أب طلب من ابنه إن هو يعمل له حاجة مثلا معينة، والابن غصب عنه نسي أو يعني اتلهى في أي شيء، هتلاقي مرة واحدة الأب ضرب ابنه على قفاه من غير أي سابق إنذار ولا أي مبرر أصلا ليه داعي إن هو يضربه الضرب ده، كل ده بس عشان ما عملوش الحاجة اللي عايزها. فياريت لو أي أب بيشوفنا حاليا أو بيسمعنا، الله أعلم يعني، لو انت بتعمل كده مع ابنك اتعلم من الرسول بكل بساطة لما أنس نسي الحاجة اللي هو عايز يعملها راح له وابتسم في وجهه وراح قال له: اذهب حيث أمرتك يا أنس، بكل بساطة. وفعلا أنس راح عمل الحاجة وتعلم الدرس إن هو ما ينفعش يتلهي عن حاجة هو يعني كان المفروض إن هو يعملها ويتلهي عنها، بس بكل بساطة. معلش يا أنس، بس تقدر دلوقتي إن انت تكمل كلامك. كان الرسول دايما يقول لي: يا بني، إذ قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. وكان برضو يقول لي: يا بني، إذ دخلت على أهلك فسلم ليكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وبرضو كان يقول لي: إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان في الجنة. عاش أنس بن مالك أكثر من 80 سنة، فيهم أحيا سنة الرسول وأحيا كل اللي اتعلموا من الرسول في الفترة اللي خدموا فيها. كان أنس في الفترة دي مرجعا للمسلمين في كل أمور دينهم، لأنه هو كان أقرب واحد للرسول ساعتها. فكان لما المسلمين يعني في حاجة تضايقهم أو ما يعرفوش يعني إن هم إيه أمرها في الدين، كانوا يرجعوا له علشان يقول لهم على الحاجة الصح. ففي مرة سألوا بعض الممتارين في الدين عن حوض الرسول يوم القيامة يعني، فقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالكم يمترون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي، وما يصلي واحد منهم إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي. لما كنتش تعرف حوض النبي، فهو حوض النبي هو الكوثر، اللي هو نهر الكوثر. حتى سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر هو ربنا أعطى نهر الكوثر للرسول، فعشان كده ده حوض النبي. فاللي كانوا بيمطاروا في حوض النبي هو قال لهم: أنا ما كنتش أظن إن أنا أعيش في يوم وأشوفكوا أنتوا تمطاروا بس في حاجة تخص النبي أصلا. وكان أنس شديد البهجة جدا يوم لقائه بالرسول، وكان شديد الحزن جدا يوم آخر مرة شافوا فيها، واللي هو يوم ما توفى. وكان دايما بيقول إن اليومين دول عمرهم أبدا ما يتكرروا، ولا عمرهم أبدا هيكونوا متشابهين في العالم. هما اليومين دول هيفضلوا محفورين في التاريخ لحد يوم القيامة. والرسول كمان كان دعاله قبل كده وقال له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له،
وفعلا ربنا رزقه مال وفير وأولاد كتير، وكان عنده أحفاد يقال إن عددهم أكتر من 100. فبارك الله في أنس على كل اللي عمله من خير. وفعلا هو كان بيحيي الدين الإسلامي على قدر استطاعته وعلى قدر ما يقدر. ففعلا بارك الله فيه. بس كده خلصت الحدوتة.